طب يا شباب، في عندي افعال في الالماني اسمها المودال فيربن او الافعال الناقصه. سيبك من قصه الافعال الناقصه دي خالص، واسم القاعده. فكره القاعده دي ان انا في عندي في افعال في الالماني بتكون موجوده في الجمله، الفعل ده ما ينفعش ان هو يجي لوحده. زي مثلا ان انا اقول لك انا عايز، انا اريد، انا ارغب. خلاص. الافعال دي لو جت كده لوحدها في الجمله انت اصلا ما فهمتش ايه انا عايز اقول لك ايه. خلاص كده. فقال لك الفعل ده لما يجي في الجملة لازم ان انت تحط معاه فعل تاني في الجملة عشان توضح لي معنى الجملة. خلاص كده. طيب، المطلوب مننا النهاردة هو فعل اسمه كونن. كونن ده معناه يستطيع. خلاص كده. لو انا جيت قلت لك انا استطيع وسكت، انت طبعا ايه ما فهمتش مني حاجة. خلاص. ولكن انا لو زودت فعل تاني، مثلا جيت قلت لك انا استطيع السباحه، فانت كده ايه فهمتني. انا قلت لك انا استطيع الطبخ، انت كده فهمتني. فهو القاعده بتاعت الافعال دي بقى ان انت لو جالك فعل من الافعال دي لازم تحط لي معاه فعل في المصدر في اخر ايه، في اخر الجمله. طيب انا هنا بقول لك انا استطيع لعب كره القدم. انا استطيع لعب كره القدم. لو انا جيت قلت لك ايش كان، ايش كان وسكت، او ايش كان جوت وسكت، او ايش كان فوسبال وسكت، انت كده ما فهمتش انا عايز اقول لك ايه. خلاص. فاحنا هنضطر ان احنا نجيب فعل شبيلن في اخر الجمله، ولازم يكون في المصدر عشان افهم ان انت قصدك تقول لي ايش كان جوت فوسبال شبيلن، اللي هو انا اقدر او انا استطيع ايه ان انا العب كره القدم. طيب، برضو فعل كونن ده بنستخدمه في المجاملات. خلاص. يعني انت دلوقتي مثلا عايز تقول لواحده انت بتعرفي تطبخي كويس. انت بتعرفي تطبخي ايه كويس. لو انت جيت قلت دو كانست وسكت، لو انت جيت قلت دو كانست وسكت، معنى الجمله مش مفهوم. قلت دو كانست جود وسكت، برضو معنى الجمله مش مفهوم. فقال لك لازم تروح تحط لي فعل في المصدر في اخر الجمله يوضح لي ايه احنا بنتكلم في ايه. فهنا هنقول دو كانست جوت كوخن، يعني انت بتعرفي تطبخي ايه كويس. طيب انت مثلا عايز تقول حضرتك بتستطيع السباحه بشكل جيد. خلاص كده. حضرتك بتستطيع السباحه بشكل جيد. يبقى هنا هتقول لي زي كونن، زي كونن. لو انت جيت قلت زي كونن وسكت محدش فاهم منك حاجه. جيت قلت زي كونن جوت محدش فاهم منك حاجه. لكن لو جينا قلنا زي كونن جوت شفاهمن، انت كده ايه فهمت ان انا بقول لك حضرتك ايه بتعرف تعوم بشكل ايه، بشكل كويس. خلاص كده. طيب احنا هنا بنحط الفعلين دول في الجمله ازاي؟ زي ما انا قلت من شويه ان انت عندك فعل كونن ده بيجي رقم اتنين في الجمله وبيتصرف عادي مع الضمير اللي موجود في الجمله حسب التصريف بتاعه. كان دو بيتصرف كان قصدي كان ايش بيتصرف كان دو كانست زي كونن وهكذا. خلاص كده. الفعل التاني بيجي اخر الجمله وبتكون في المصدر. كلمه في المصدر دي يعني اخره اي ان. تمام كده. طيب تعالى ناخد ايه مثال. خلاص. انا هنا عايز اكون جمله اقول لك ايه انا استطيع، انت تستطيع، نحن نستطيع وهكذا. الوصف ده اختياري، عايز تقوله قوله، مش عايز تقوله ما تقولوش. انت هنا بس بتأكد او بتنفي معنى الجملة بس مش اكتر. يعني انت هنا ممكن تقول لي ايش كان sehr gut schwimmen. لا، انا بعرف ان انا اعوم او اسبح بشكل كويس جدا. ممكن تقول ايش كان nicht schwimmen، لا انا ما بعرفش اعوم. gar nicht، لا ما بعرفش خالص، مستحيل، ما مش هعرف. خلاص كده. فالوصف ده اختياري، عايز تكتبه اكتبه، مش عايز تكتبه ما تكتبوش. طيب عندي ايش وايه واس وزي كونن، فعل كونن بيتصرف معاهم بنقول كان. كان. خلاص كده. يبقى ايش كان انا استطيع، ايه كان هو، اس هو او هي، والزي كان هي تستطيع. عندك دو كانست انت تستطيع، wer sie können، وإيا كنت. وبعدين انت عايز هنا تحط الوصف براحتك، مش عايز تحطه برضو براحتك. هنا ممكن تقول مثلا دو كانست جوت كوخن، انت او انت بتعرفي ايه تطبخي. خلاص كده. والهدف زي ما قلت لك من الوصف هو تأكيد معنى الجملة فقط لك.